السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم بتاعنا هيبقى عباره عن سندوتشات كده زي التيك اواي، اللي هي كبده اللي هي بالرده وبانيه. حبيت ان انا اعمل الاتنين مع بعض. انا كنت هعمل كبده بس في اللي طلب كبده وفي اللي طلب البانيه، فقلت خلاص ما زعلش حد واعمل الاتنين مع بعض. فبصي بقى الكبده قمر ازاي، ولا الخلطه اللي عليها مش طالعه كده منها، مش فكه ولا حاجه. هتشوفي دلوقتي انا هعملها ازاي. فقبل ما تتفرجي كده على الفيديو، لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لايك وكومنت حلو قمر كده زيك. ولو اول مره تشوف فيديو ليا اشتركي في القناه، طبعا ده فضلا وليس امرا. و... ولو ما عجبكيش الفيديو برضو اشتركي في القناه. هنبتدي بقى اهو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ومسكت الاتنين غسلتهم غسله حلوه، والكبده هي حطها في قلب المصفى، بس يعني بصفيها بعد ما غسلتها طبعا. وبعد ما بغسلها كويس يعني، بصي هو ممكن ما تغسلهاش، بس انا بصراحه بديها شطفه ماشي. وبعد كده بعصر عليها ليمون، علشان ما بحبش يعني يبقى فيها زفاره ولا الكلام ده. والبانيه برضو مسكته غسلته كويس وعملته بليمون برضو. ادي بقى دي الخلطه اللي انا بعملها، اللي هي الثوم بالفلفل الاحمر. هحطها هي هحط منها حبة كده. انا هعمل خلطة البانيه لوحدها، و يعني التتبيلة بتاعت البانيه هعملها لوحدها، والتتبيلة بتاعت الكبدة هعملها لوحدها. لان البانيه زي ما انتم عارفين ما بيبقاش هو والكبدة يتحطوا مع بعض يعني. فحطيت اهو شوية لبن. لو عندك لبن اللي هو العلب برضو يتحط عادي. ما عندكيش لبن خالص، وممكن تجيبي كوبايه زبادي برضو بتبقى حلوه جدا، بتخلي اللحمه بتاعت البانيه طريه كده وحلوه، بتخلي فيها طراوه. هو المهم يعني ان هو يا كده يا كده، يا لبن يا زبادي. انا المتوفر عندي بعمله. انا دلوقتي كان المتوفر لبن فعملت باللبن. زي ما انتم شايفين اصلا اللبنه كان فيها لبن كتير، فلو ما عنديش لبن انا بقوم جايبه كوبايه زبادي وبتمشي الدنيا. المهم بقى حطيت معلقه فلفل اسمر، والدقه اللي هي الثوم بالفلفل، وودي ملح، وحطيت توابل. همسك بقى ههرس اهي الثوم كده كويس، وبعد كده اقلبه حلو. تنين اقلب كده فيه ان انا ادوب يعني الملح منه. وبعد كده هقوم حطاه اهو زي ما انتم شفتوا اهو كده. انا طبعا فصلت علشان بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل كده وممل. اهو حطيته دوبتهم كويس، الملح والفلفل خليتهم يندمجوا يعني كويس مع بعض. وبعد كده مسكت البانيه حطيته في قلبي كده. خلصنا من البانيه. نعمل بقى اللهم صل على النبي، نعمل الكبده بقى. انا طبعا اديتها شطفه بس كده واحده، ان انا انزل منها الدم اللي بيبقى فيها. طبعا لو انتي مش عايزه تغسليها براحتك، انا بحب ان انا اديها شطفه واحده بس، اللي هي ايه، بحطها تحت الحنفيه واشيلها على طول. مسكت بقى وجبت ليمونه، هعصرها في قلب الطبق. اللهم صل على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. متنسوش بقى يا جماعه تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، ده طبعا فضلا وليس امرا. رحت بقى عشان اشطف بس ايدي وشطفت السكينه. وبعد كده هحط برضو من الدقه اللي انا حطيتها على البانيه، اللي هي الثوم بالفلفل، برضو بتديها طعم حلو. انا بحطها الدقه دي بحطها على اي حاجه، يعني اي حاجه بعملها بحط عليها منها. مش اي حاجه يعني، في حاجات طبعا ما بينفعش يتحط عليها توم، بس اي حاجه يتحط عليها توم بحط من دي. بس. وحطيت معلقه فلفل اسمر برضو، وهحط رشه توابل علشان يعني انا هعمل لها التتبيله دي برضو هسيبها. انا عملتهم من الصبح، وبعد كده تبلتهم الصبح، وقعدوا في التتبيله حوالي ساعتين 3 ساعات على ما قلتهم يعني. ودي رشه ملح. طبعا التتبيله دي بتديها طعم حلو جدا، جربيها بالتتبيله اللي انا بعملها دي، بتدي طعم حلو قوي في قلب الاكل. وحطيت بصوا يعني بتاع معلقه خل. ودي هو برضو معلقتين كده زيت. الزيت حطيته اكتر من الخل، يعني الخل انا حطيت معلقه بس كده.
يمكن اقل كمان. انما حطيت بتاع معلقتين كده زيت ولا 3 اهو زي ما انتم شايفين، وهقلبهم كويس مع بعض علشان بس ان انا اقلب يعني الملح اللي فيه. طبعا ممكن تعمليه بميه البصل، بس انا ما عندي ما بيحبوش طعم البصل في الاكل، فما حطيتش بصل خالص ولا في ده ولا في ده. اهو زي ما انتم شايفين اهو بقلبهم كويس. وطبعا دول مش حبة قليلين، يعني هتشوفوا دلوقتي هيكفوهم ولا لا، ده هيبقوا بزيادة كمان. همسك بقى اهو واحدة واحدة كده، احاول ان انا ايه احطها. طبعا الكبدة بتبقى عايزة مسيسة اهو، عايزة ان انت ايه تسيسيها عشان ما تبصيش يعني تلاقيها اتهرت كده منك ولا حاجة. اهو لقيتها مفيش فايدة يعني، فقمت حطها كلها مرة واحدة وقلبها بقى كده بالراحة. حاول ان انا اقلبها بالراحة. هو عامة يعني بتبصي تلاقيها اندمجت كلها مع بعضها. اهم حاجة بس ايه تحاولي ان هي ما تتهريش منك ولا حاجة. طبعا انت ممكن تقلبيها بايديكي، ممكن تقلبيها بمعلقة زي كده زي ما انت محبة، بس هي لو بايديكي افضل. يعني لو بايديكي هتعرفي ان انت تقلبيها افضل من كده. بس بقى كده اهو عملت دي وعملت دي. انا طبعا هقلبها بايديا برضو اهي. بصوا بقى بعد ما قعدت حوالي ساعتين كده ولا 3، بصوا انا لما قلبتها بايديا بقى اندمجت كلها ازاي كويس مع بعض. وحطيتها حوالي ساعتين او 3 ساعات في التلاجة على ما عملتها. ودي الردة، دي الردة بتاعت الكبدة. ودي البقسماط او الفيجيتار، تعمليه بفيجيتار او ببقسماط. انا بعمله اللي قدامكم ده بقسماط اهو، ولا بيض ولا ما بيضش ولا الكلام ده كله. بعوز من ده لده، يعني بطلع من الطبق اهو اللي في التتبيله اهو، بقوم عايزاه بقسماط كده على طول. وانتوا شفتوا في الاول ولا فك ولا اي حاجه. يعني طبعا مشكله جامده مع الناس كتير قوي ان الخلطه اللي على البانيه او اللي على الكبده بتفك. هقول لكم بقى انا دلوقتي هي ما بتفكش ليه، يعني غير دي كمان، غير التكايه دي كمان، يعني اهم حاجه تخليها ما تفكش هقول لكم عليها. وادي الكبده اهي. بصوا برضو هحطها اهو في قلب الرده، دي رده اهو. حاول ان انا افردها كويس علشان ايه يعني كلها تتعاص. حاول ان انا اعملها حلو وادوس، يعني بعد لما وانا بعملها بدوس كده عليها كويس علشان تبقى متعاصه كويس كلها. طبعا مش بدوس عليها جامد عشان ما تتقطعش، لان الكبده لو دوست عليها جامد هتتقطع منك على طول. لا يعني دوسي كده عليها بايديكي بس بالراحه خالص برضو اهو. هخلص بقى اهو، خلصت ورجعت لكم تاني كده. عملت اهو الكبده كلها اهو. بصوا عامله ازاي اهي. طبعا اللي لسه غامقه دي اللي هي لسه معموله ما لحقتش ان هي تنشف ولا حاجه. اللي تحت بيضه شويه عشان نشفت. وادي البانيه برضو اهو خلصته. بصوا بقى هقول لكم على حاجه. اهم تكايه في ان البانيه ما يفكش معاكي ان انت بعد ما وعملت سلطه الطحينه برضو، ان انت بعد ما تتبليه بالخلطه العاديه اللي هي اللبن او الزبادي، حطيه في التلاجة حوالي ساعتين مثلا، اقل حاجه مثلا ساعتين. مش لو انت مستعجله ممكن لو ساعه نص ساعه، يعني لو انت مستعجله. مش مستعجله ساعتين مثلا ماشي. وبعد ما تعمليه بالبقسماط او بالفيجيتار اللي انت عاوزه تعمليه بيه، حطيه في التلاجة حبتين، يعني مثلا نص ساعه مثلا في التلاجة. تبصي تلاقيه يتقلي ما يفكش. والكبده نفس النظام. الكبده كمان لازم تتحط في التلاجة بعد ما تتعمل بالردة. لو قليتيها على طول